كنا حابين برضو نسأل حضرتك بقى على في حاجة كنا بنتكلم فيها قبل التصوير مع حضرتك على خرافات، وانت حضرتك لخصناهم في السبعة. الخرافات الخرافات السبعة السبعة عن فعلا. الفتق. تمام. فيعني مش عارف هل دي فعلا خرافات ولا في حاجة طيب منهم خلينا صحيحة. نشوفهم فخلينا واحدة ناخدهم واحدة كده. كده تمام، عشان اتفضل. الناس تسمعهم واحدة واحدة كده. اه. دايما يقول لك ان الفتق ما بيجيش غير في كبار السن بس. دي خرافة. تمام. لان احنا زي ما قلنا ان عندي فتق خلقي، واحد مولود عنده فتق، اه. شاب بيلعب رياضة وجاله فتق. لا فتق طبعا. جراحي نتيجة جراحة زي ما حضرتك قلت. فتق طفل عنده صح. 5 سنين وعمل عملية وجاله فتق جراحي. تمام. فالفتق مش مرتبط بسن، تمام. بس هو بنقول ان هو كل ما بيزيد السن الاحتمالية بتزيد اكتر لان العضلات بتضعف. طيب. انما مش ما بيجيش غير في الكبار، لا بيجي في كل بيجي سن. في كل السنين. طيب يبقى ده الخرافة رقم 2، ان الفتق ممكن يتعالج لوحده. بسيبه كده وهو لا اراديا بتاعي. لا احنا قلنا في حاجة، الفتق الوحيد اللي ممكن يخف لوحده اللي هو فتق سري صغير في طفل بتاع مولود. الطفل لسه مولود، صح. قبل ما يمشي، بعد ما يقعد ابرايت ويقف ويمشي. يبدأ يتحرك يبقى. معظم الفتوات دي بتقفل، الحالات دي بتقفل. بس غير كده فتق موجود في حد كبير والكلام ده لا طبعا عمر ما. احنا قلنا العلاجات بقى اللبخه والكلام ده اما ده بيقلل لسه دي الخرافة رقم 3، ان ايوه. الفتق بيتعالج بالاعشاب والمراهم والحجامة والحزام والحاجات دي كلها. بص يعني انا من احنا ساعه ما بقى. رجعت هنا وانا شايف ان كل حاجه بتتعالج بالاعشاب، ويقول لك دي مش مضره اصل دي اعشاب طبيعيه. ايوه. انا اسف جدا، مفيش حاجه احنا اسمها قلنا كده. ان الفتق في علاجه حاجات معينه، ادويه ممكن، مراهم، حاجات كده تخف الاعراض، تسكن بس، تسكن الاعراض. لكن ما عالجتش انما المشكلة. المشكله الفتق ده مش هيتصلح غير بالايد، غير بتدخل، سواء جراحه او منظار. ان دي الخرافه الرابعه. الخرافه الرابعه بقى ان اه الرجل الرياضي سواء المحترف او اللي بيمارس رياضه جاله فتق يريح على جنب. لا احنا قلنا برضو ان العلاقه بين الفتق والرياضه دي علاقه صعبه جدا. منظار حل بقى الموضوع، قعد معاهم وحل الموضوع الحمد لله. الرياضه تحمي من الفتق شويه، وبعد كده الرياضه لو اتمارست غلط تجيب فتق، وبعدين لو رياضي وجاله فتق لو اتعمل بالمنظار يبقى ان شاء الله هيرجع لرياضته تاني. لو اتعمل جراحه يبقى هو لازم يبطل جراحه، يبطل رياضه، لانها الفتق هيرجع تاني. الحمد لله المنظار حل القصه كلها، ان لو عندي رياضي وعنده فتق فده ممكن يتصلح بالمنظار ويكمل حياته بالصوره اللي هو محتاجها. وطبعا برضو كان في خرافه تانية بتقول ان يعني بقى كنا بناخدها بقى من اجداد واحد بقى، جدته ولا جده، اللي بص الفتق عندك ما بيوجعكش اوعى تعمله، يوجعك بقى الناس ساعتها لما بنشوف، لو ما يوجعكش سيبه ان شاء الله هيعدي. ما احنا قلنا بقى الوجع ده يعني تفسيره ايه؟ الوجع في البداية وهو لسه بيوسع، بعد كده بيقعد فترة من غير وجع، ودي الفترة اللي هو غالبا العيان بيسيب نفسه فيها، وبعد كده يبدأ يشتكي لما يوجع تاني اللي هو المضاعفات بدأت. ايوه بالظبط. قلنا ان في فتق لازم يتعمل اول ما نشخصه اللي هو الفتق الفخذي، لازم يتعمل لان ده مشاكله اولا تشخيصه صعب ومشاكله رذيلة، مشاكله كتير. مشاكله رذيلة جدا. انما لو الفتق العادي هو احسن مرحله ان هو يتعامل فيها اول ما يبدا. لو انا فتره الالم دي ما عرفتش اشخصه وبدا يتشخص لما يبان وما فيهوش الم، يبقى لازم يتعامل على طول. اعمله دلوقتي احسن ما اعمله بعدين، لان هو احنا قلنا ان ده فات حاجه مقطوعه لازم تتصلح، وبتتصلح بجراحه. انا دلوقتي لما يجي لي شاب صغير صحته كويسه ما عندوش امراض ما عندوش مشكله، اعمله الفتق سهل عليا وسهل عليه. لما يجيني مثلا بعد عنده حاجه و60 سنه ولا 70 سنه وعنده القلب وعنده سكر وعنده ضغط وعنده عوامل كتيره، طبعا بيتعمل وكل حاجه، بس اكيد مش بسهوله ان انا اعمله وهو صغير. فليه اتعمل دلوقتي احسن ما اضطر اعمله غصب عني قدام.